هلو everybody thank you good معاكم اخوكم البدري. ازيك عامل ايه وازاي المنهج اللي عليك؟ ان شاء الله تكون بخير يا حبيب قلبي. النهارده جايين بالدرس اللي هو بتاع التدخين ومخاطره. انا عارف انت ازاي كنت لما تشرب السيجاره بقى مستر، ايه اللي بيحصل بقى؟ تمام، يلا ابدا معاك يا حبيب قلبي، يلا تعال. هناخد النهارده مستر مصطلحات كده عايزين نكون فيها الدنيا تمام. التبغ، ايه هو التبغ اصلا؟ والنيكوتين والاطران والعناصر المعدنيه والعناصر المشعه ومرض النفاخ الرئوي اللي بيحصل فيه. يعني أنا دلوقتي مثلا لما مريض يقعد بقى بيشرب سجاير كده، اللي بيحصل فيها يا مستر بيجي له مرض النفاخ الرئوي. طبعا نعرف التدخين التقليدي والتدخين المباشر والتدخين السلبي وايه الفرق ما بينهم، والتدخين الالكتروني اللي هي الفيب والكلام من ده، ومنظمه الصحه العالميه قالت ايه. طبعا يا مستر اول حاجه هناخدها هي التبغ. قال لي التبغ يا مستر ده نبات ينمو بصوره اساسيه في المناطق الدافئه. يعني يجي سؤال دلوقتي، ينمو نباتات التبغ بصوره اساسيه فين؟ اقول له في المناطق الدافئه، وتحديدا في المناطق الاستوائيه اللي هو عند خط الاستواء، اللي هي انت خدتها في الدراسات، ايوه زي ما انت ما سمعت كده، اللي هي اهو مدار الاستواء هنا اهو في المناطق دي بقى. تمام، هنا مثلا مدار السرطان، هنا مدار الجدي، فهو هنا ده اللي بينمو فيها ايه يا مستر؟ قال اللي بينمو فيها التبغ، نبات التبغ. تمام، حلو قوي يا مستر. قال لي ويتميز بساقه المستقيم وسميك. يعني يقول لك كيف يكون شكل ايه النبات التبغ؟ هقول له يتميز بساق مستقيم وسميك، اهم حاجه، واوراق خضراء كبيره، وازهاره انبوبيه، اهو ازهاره عامله شبه كده، انبوبيه الشكل، منها الابيض ومنها الزهري او الاحمر. يعني في عندي 3 انواع منه، ابيض وايت وزهري وايه واحمر ريد. تمام، حلو قوي يا مستر. قال لي زي ما موضح هنا في الشكل، في ابيض اهو نبات ابيض، وطبعا هيكون بيضاوي الشكل. قال لي فما المواد التي يحتويها التبغ وما النواتج من الاحتراق؟ انا دلوقتي مستر جيت ولعت سيجاره، السيجاره دي مستر محشيه تبغ. قال لي يعني انا حاطط في السيجاره دي تبغ، ايه اللي بيحصل طبعا يا مستر؟ قلت له يا مستر هنعرف دلوقتي ايه الدنيا. قال لي هنعمل تجربه بسيطه كده، هنجيب ازازه ميه، تمام اهو، جبنا ازازه ميه. قال لي مثلا هنخرمها من تحت، خرمتها من تحت، تمام. وبعد كده مستر قال لي هسدها وهخرم الغطا ده اللي من فوق، هخرمه كده واحط فيه سيجاره واسده كده، عايزه هو بس يسحب هوا من السيجاره، تمام. واولع السيجاره واشيل السداده اللي من تحت ده، او اشيل الغطا اللي انا هخرمه من تحت ده. قال لي يا مستر، وطبعا كنت هجيب حته قطن، ماشي. قال لي ايه اللي هيحصل يا مستر؟ قال لي هتلاقي بص القطنه بقت عامله ازاي، مالناش دعوه، احنا بنشرب الميه عادي. احنا مالناش دعوه بالناس دي. قال لي مستر بص بقت عامله ازاي، حلو قوي. قال لي ده نواتج احتراق التبغ. قال لي يتحول لونها القطنه من بيضه الى اللون الداكن او اللون البني نتيجه ترسب نواتج الاحتراق بين الالياف القطنيه. قال لي اول حاجه النيكوتين. قال لي مركب عضوي طبيعي قلوي التأثير يحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والنيتروجين في تركيبه الكيميائي. يعني النيكوتين ده محتوي على ايه يا مستر؟ قال لي يحتوي على الكربون والهيدروجين والنيتروجين في تركيبه الكيميائي. قال لي وتؤدي ارتفاع درجة حرارته، بص اهو ده النيكوتين، ده او التبغ المجففة اللي هي كانت فوق اللي هي الخضراء بيجففوها فعشان يبقى فيه ايه؟ فيها النيكوتين، تمام. قال لي عند اشتعاله السيجارة تتبخر النيكوتين وتحول إلى حالة غازية ليمتزج بالدخان ويستنشئه الايه؟ المدخن يا مستر. قال لي ويؤدي احتراق أوراق التبغ والمواد المكونة إلى تصاعد الخليط من غازات الخطيرة.
قال لي يعني انا دلوقتي يا مستر اللي بيحصل معايا ايه؟ قال لي دلوقتي انا عندي عنصر الكربون ده موجود فين؟ قال لي موجود في النيكوتين. تمام يا مستر. قال لي عندي النيكوتين ده موجود فيه ايه؟ كربون هيدروجين نيتروجين، كربون هيدروجين نيتروجين، كربون هيدروجين نيتروجين. تمام. قال لي تؤدي درجه الحراره المرتفعه الى اشتعال السيجاره لتبخر النيكوتين وتحوله من الحاله العاديه وتحوله ايه؟ الغاز. لايه؟ ليمتزج بالايه يا مستر؟ بالدخان ويستنشقه المدخن ويتحول ويؤدي احتراق اوراق التبغ المكونه الى تصاعد غاز خليط من الدخان من المخاطر الخطيره. عندي غازات سامه. اهم حاجه احنا قلنا ان النيكوتين ده كان بيتكون من ايه؟ هيدروجين نيتروجين ايه وكربون. كربون هيدروجين نيتروجين، كربون هيدروجين ايه نيتروجين. يبقى كده عندي مثال، عندي اول اكسيد الكربون، اول اكسيد الكربون CO، وعندي سيانيد HCN. ايه ده انا كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي اول اكسيد الكربون كان رمزه CO، وعندي السيانيد HCN. قال لي يعني دلوقتي مثلا الغازات السامه اللي طالعه ايه هي؟ عندي اول اكسيد الكربون والسيانيد، اول اكسيد الكربون والسيانيد. وعندي الغازات الثانيه زي اكسيد النيتروجين NO، غاز الامونيا. يعني عندي غازات مهيجه وغازات سامه. عندي الغازات السامه زي ايه يا مستر؟ عندي اول اكسيد الكربون، وعندي ايه تاني؟ وغاز السيانيد. السيانيد اللي هو رمزه HCN. وعندي الغازات المهيجه زي ايه يا مستر؟ قال لي اكسيد النيتروجين اللي هي ايه؟ NO بس عادي، وغاز الامونيا غاز الامونيا رمزه ايه؟ NH3. ركز معايا. يعني انا دلوقتي مثلا عندي النيكوتين ده كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون من 3 حاجات: هيدروجين، اكسجين مين؟ ولا انت ايه رايك؟ هيدروجين كربون نيتروجين، هيدروجين كربون نيتروجين، هيدروجين كربون نيتروجين. وعندي قال لي في غازات، شويه غازات سامه عايزين نعرفهم. قال لي اول اكسيد الكربون والسيانيد. قال لي السيانيد ده مثلا اللي هو ايه رمزه كام؟ HCN. وعندي الغازات المهيجه اللي هي NO2 وNO والغاز الامونيا بتاعنا. قال لي مستر عندي السكريات والبروتينات النباتيه. قال لي مواد توجد في اوراق التبغ، وعند احتراقها اهو التبغ ده مكون الصور من جوه ايه. قال لي عند احتراقها تنتج اول اكسيد الكربون والاترون، وهو سائل. ما هو الاترون؟ هو سائل لزج يتكون من خليط من نواتج احتراق السكريات والبروتينات والالياف. يعني دلوقتي مثلا عندي الاترون، قال لي هو سائل لزج يتكون من خليط ايه؟ من نواتج احتراق السكريات والبروتينات والالياف. قال لي وعند احتراقها مستر ينتج ايه؟ غاز اول اكسيد الكربون. غاز اول اكسيد الكربون ده مثلا احنا قلنا عليه من ضمن الغازات السامه. حلو قوي جدا. قال لي عندي العناصر المعدنيه اللي موجوده في التبغ. في عناصر معدنيه موجوده فيه. قال لي زي ايه يا مستر؟ قال لي العناصر الموجوده فيه زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. قال لي والعناصر الثقيله السامه من اهمها الكادميوم والرصاص والزرنيخ. يعني دلوقتي يا مستر عندي الزرنيخ رمزه ايه؟ رمزه ES. وعندي الرصاص بي اللي اسمه ليبيد، والكادميوم. وعندي البوتاسيوم K، والمغنيسيوم MEG، وعندي الكالسيوم CA. حلو قوي. قال لي يعني العناصر المعدنيه موجوده في التبغ ايه هي؟ قال لي البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم، بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم. قال لي والعناصر الثقيله اهمها كادميوم رصاص زرنيخ، كادميوم رصاص زرنيخ، كادميوم رصاص زرنيخ. تاني كادميوم رصاص زرنيخ. قول معايا يا ابني، ما تقول يا ابني معايا يا حبيبي. كادميوم رصاص زرنيخ، كادميوم رصاص زرنيخ، كادميوم رصاص زرنيخ. والعناصر الثانيه بوتاسيوم وايه تاني؟ ومغنيسيوم وكالسيوم. بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم. قال لي العناصر المشعه. عندي شويه عناصر مشعه كده برضو عايزين نعرفها مستر موجوده فين؟ قال لي في التبغ. شاطر. قال لي توجد كميات قليله من العناصر المشعه مسؤوله عن الاضرار الاشعاعي التي يلحق بالاتي المدخن، ومن اهمها البولونيوم 210. بولونيوم 210. يعني دلوقتي عندي العناصر المشعه، في عندي ده بولونيوم 210.
حلو قوي. قال لي التطاير. قال في عمليه التدخين تمر العناصر المعدنيه والمشعه بالمرحله التاليه. قال لي التطاير تبخر بعض المعادن الثقيله والعناصر المشعه عند اشتعال التبغ. صح. ملحوظه مهمه عايز انبه عليها، اللي هيتابع معانا على قناه اليوتيوب يجيب كتاب الاضواء ان احنا هنشتغل منه اول ما هينزل على طول، وهنحل جميع الاختبارات اللي فيه وجميع الاسئله اللي فيه. ركز في النقطه دي. قال لي عند اشتعال التبغ ويتحول الى غازات او تلتصق جزيئات الاطران الدقيقه. تمام. يعني دلوقتي مستر اللي بيحصل ان الغازات والمعادن دي بتلتزم فين؟ في الاطران اللي هو السائل. تمام. قال لي استنشاق تدخل ذرات العنصر المشع الى الرئتين وتترسب في التفرغات والشعب الهوائيه. حلو قوي يا مستر. قال لي التراكم الاشعاعي. قال لي يؤدي تراكم العناصر المشعه الى اتلاف الحمض النووي. الحمض النووي رمزه ايه؟ قال لي دي ان ايه اللي هو مين؟ قال لي اللي هو الحمض النووي. قال لي في خلايا الرئه، ويزيد هذا التلف الى خطر الاصابه بالاورام السرطانيه. عندي الاورام السرطانيه بيجي من ايه يا مستر؟ قال لي من التراكم الاشعاعي. قال لي الرمد. قال لي يحتوي الرمد المتوقي على المعادن غير المتطايره مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. يعني هيقول لي ما المعادن الغير المتطايره؟ اقول له الكالسيوم Ca والبوتاسيوم K، وهي التي تعطي الرماد لونه الابيض. يعني التفل اللي هو بتاع او يعني اللي هو بتاع قهوه مين؟ بتاع السيجاره اللي انت بتقعد اللي هم الناس بيقعدوا يعملوا فيه كده. تمام. اللي هو اللون الرمادي ده. قال لي ده محتوى عليه. قال لي محتوى على كالسيوم وبوتاسيوم. وده لونه ايه؟ قال لي رمادي. قال لي طبعا ده ملصق وزاره الصحه المصريه. قال لي مصر تبغي يقتل اكثر من 8 مليون شخص كل عام. يعني كل سنه في 8 مليون شخص بيموتوا. قال لي يا مستر اختار التدخين. قال لي يا مستر دلوقتي في عندي شخص رئته اهي طبيعيه، ده شخص رئته مدخنه. قال لي يا مستر الفرق ما بين الاثنين طبعا، بص انت شايف اصلا المدخن بيبقى رئته عامله ازاي؟ بايظه، لكن بص دي حاجه نظيفه بيور، حاجه قريسته جامده قوي. اما دي حاجه زباله. والله حاجه زباله. شخص يعني ربنا يعافيكم ويعافينا. قال لي لماذا يختلف اللونين في هذه الحاله؟ قلت له يا مستر يؤدي التدخين يتغير لون الرئه من اللون الوردي الطبيعي الى اللون الداكن او الاسود، وذلك نتيجه ترسيب ماده الاطران. قال لي يعني يا مستر يتغير بسبب ماده الاطران اللي هي لونها الرمادي. ودقائق مواد الكيميائيه داخل نسيج الرئه، مع مرور الوقت تفقد الرئتين مرونتها وتقل سعتها تدريجيا، فيعاني المدخن من ضيق في التنفس. مش بتلاقي ناس اللي هي بتقعد تدخن دي بتلاقي ان هم بيقعدوا ينهجوا. تمام يا مستر. قال لي تنفس مزمن وسعال مستمر، وترجع ملحوظة في القدرة على بذل المجهود البدني، كما تزيد في صعوبة الإصابة بسرطان الرئة. ربنا يعافينا ويعافيكم بسرطان الرئة. قال لي يعني مستر التدخين ده يؤدي إلى حدوث إيه مستر؟ قال لي حدوث سرطان الرئة. حلو قوي. قال لي التكامل مع المجال الطبي. قال لي مستر إيه الدنيا مستر؟ قال لي في المجال الطبي يا مستر انا عندي مرض اسمه النفاخ الدوري الرئوي. قال لي مستر النفاخ ده مستر اللي موجود فيه مستر او اللي بيحصل؟ قال لي يؤدي التدخين الى اصابه المدخن بمرض النفاخ الرئوي عند استنشاق الدخان وتكثف ماده الاطران اللزجه. ماده الاطران دي ماده سائله لزجه، وتترسب تدريجيا على الجدار الداخلي للحويصلات. قال لي يعني الحويصلات يا مستر بيبدا يتدخل فيها من اللي هو مادة الأطران، فتفقد الأنسجة الرئوية مرونتها. مع تراكم الأطران ده تمزق الحويصلة الهوائية وتتحول من أكياس صغيرة وكثيرة إلى تجاويف. يعني بص يا مستر كانت هي حتة بص صغيرة جدا لا تذكر، كانت عاملة شبه مثلا أقل من عقلة الأصبع كمان مثلا. هي الحتة دي دلوقتي مستر لما حصل الحوار ده بقت كلها أوضة كده، فاهم؟ فبتاكل الرئة من جوه. تشربوا السجاير اللي بيشرب السجاير ده بيدمر نفسه، خلي بالك. أنا نتيجة لذلك تقل مساحة السطح المتاح لتبادل الغازات بشكل كبير، فيعاني المريض من ضيق شديد ومزمن في التنفس، مما يقل كمية الأكسجين التي تصل إلى الدم. قال لي الجهاز الدوري والقلب.
قال لي يرتبط اول اكسيد الكربون الناتج عن عمليه التدخين بالهيموجلوبين بمعدل اسرع بكثير من ارتباط الاكسجين بالهيموجلوبين. قال لي يعني مستر اول اكسيد الكربون ده بيرتبط بالهيموجلوبين اسرع من الاكسجين، يعني الاكسجين اصلا بيرتبط بسرعه، لا هو بيرتبط باسرع منه. شايفين؟ عيل جبروت جبروت. قال لي فتقل نسبه الاكسجين محموله في الدم، كما ان النيكوتين يزيد معدله في ضربات القلب، فبتحس ان انت ايه، ودي في الاوعيه الدمويه، مما يزيد من خطر الاصابه بمرض القلب وتصلب الشرايين. يعني مستر ممكن ادي لسرطان الرئه او ايه، امراض القلب وتصلب الشرايين، يعني يجيب لي امراض قلب و و وسرطان الرئه، يعني هتمشي مش عارف تمشي، هتبقى مش قادر. قال لي الجهاز العصبي والحواس، قال لي تتسبب السموم الناتجه عن التدخين اضطرابات في الجهاز العصبي، وقد يؤدي الى النيكوتين الى زياده التوتر واضطرابات النمو واضطرابات الرئويه على المدى الطويل، وقد يؤثر سلبا على الوظائف الدماغ والتركيز خاصه المراهقين. قال لي 4 الخصوبه والصحه الانجابيه. قال لي يؤدي التدخين سلبا على الخصوبه لدى الجنسين ويزيد من اخطار التشوه الجنيني. قال لي المناعه، قال لي 3 المناعه. قال لي يعمل التدخين على اضعاف الجهاز المناعي، كما يظهر اثره بوضوح على شحب الجلد وتساقط الشعر. قال لي يعني مستر، قال لي انت التدخين غاز سام عديم اللون والرائحه اكس وماده لزجه داكنه واي، ماذا يمثل اكس واي؟ طبعا يا مستر احنا عارفين الماده اللزجه كانت الاطران، يبقى اول اكسيد واطران. قال لي مستر عند التدخين يصل النيكوتين الى الدماغ بسرعه، يفرز مواد تسبب شعور مؤقت بالراحه، يعني بيخليك مستريح، واحد مستقنيس. يزول هذا التأثير سريعا مما يدفعك إلى تكرر التدخين مرة أخرى. يعني مثلا لسه شارب سيجارة دلوقتي، شربتها نشرب شوية على طول في السريع منه في الإنجاز. ما هو شركة السجاير دي معاها تكسب برضه، ولا الدنيا أنت معاك. يؤدي تكرر التدخين إلى إدمان، حيث يصبح عادة ضرر يصعب التخلص منها. تمام. قال لي لا، قال لي الأضرار البيئية، قال لي ألا يتوقف ضرر التدخين عن حدوث الأشخاص، بل تمتد أثر السلبية إلى الأنظمة البيئية. قال لي مثلا هو بيحصل الاحتباس الحراري، قال لي الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة لزيادة نسبة بعض الغازات فيها. تمام. عند مستر اللي يتوقف ضرر التدخين، قال لي أول حاجة تلوث الهواء. طبعا مستر هيبقى في كميه كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون هيؤدي الى حدوث ظاهره الاحتباس الحراري. قال لي تلوث الماء والتربه تعتبر عقاب السجاير من اكثر النفايات انتشارا، وهي تحتوي على مواد كيميائيه ضاره تتسرب الى التربه والماء وتؤثر الى الكائنات الحيه. يعني انا مستر دلوقتي منظمه الصحه العالميه قالت لي ايه تاني؟ قالت لي التدخين يطلق عشرات الملايين من الاطنان من غاز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي. انا دلوقتي الحته الصغيره دي مستر في منها كتير. قال لي والغاز اللي انا كده بعمل كده اللي بيحصل فيها مستر، قال لي ده بيسبب لي في حدوث ايه؟ ظاهره الاحتباس الحراري، وبيلوث لي الارض التربه والايه والميه، بيلوث لي التربه والميه. قال لي منظمه الصحه عدد تريليون من المرشحين في الربط للسجاير ينتهي بمطاف في المحيطات والانهار على الارصفه والارضيات على الشواطئ كل عام. قال لي مستر عندي انواع تدخين، في عندي تدخين تقليدي اللي هو السيجاره عاديه واللي بيشرب مثلا معسل الكلام من ده، في عندي تدخين الفيب اللي هو الالكتروني. يقول لك عليها بود مين يا ابني؟ بود مين بجد؟ ولا فيب؟ فيب مين؟ روح كل لك لقمه، روح اعمل لك حاجه. المشكله انها منتشره من السن الصغير دلوقتي جامد قوي. يقول لك لا يا مستر دي طعمها حلو مين يا ابني؟ وبالذات طلبه ثالثه ثانوي، طعمها حلو مين يا حبيبي؟ انت بتدمر نفسك، بتدمر رئتك، مش هتعرف تذاكر. يعني انت ماشي بتحس شويه راحه، بس مش هتعرف تذاكر بعد كده. يلا ادينا نصحناكم بعد اذنكم. بعد اذنك تاني الرابع خامس اهو، يلا خامس اهي. تمام، بعد اذنك بلاش
بلاش. قال لي يعتمد حرق اوراق التبغ الموجوده في السجاير وينتج عنه دخان كثيف محملا بالالاف من المواد الكيميائيه السامه مثل الاكترون او اكسيد الكربون والتي يتسبب في اضرار بالغ ومباشر بالرئتين والقلب. تمام، حلو قوي مستر. قال لي تدخين الالكتروني، قال لي يقوم الجهاز بتسخين السائل يحتوي على النيكوتين بيقولوا عليه الزيت. الانتاج بخار يحتوي على هذا البخار على جزيئات دقيقه ومواد سامه تتصاعد من ملف التسخين. فينا ملف في الفيب دي، بصوا اهي الحته الكبيره دي فيها ملف. تمام، مواد سامه تصاعد من ملف التسخين كما تؤدي نسبه المرتفع من النيكوتين الى سرعه الادمان وقد تؤدي الى اضطرابات حاده وفي وظائف القلب والجهاز العصبي. قال لي التعرض نواتج التدخين، قال لي لو انا بتدخن مباشر بستنتج الدخان على طول او الرذاذ المنبعث منه من اجهزه التدخين الالكترونيه تخلى على طول. قال لي يمكن التدخين السلبي مثلا قاعد جنب واحد صاحبي بيشرب سجاير، انت مثلا قاعد هنا وانا على طول انت برضه بتاخد مني. لذا فان غير المدخنين عرضه لاخطار الاصابه بنفس هذه الامراض واجهزه التنفس التي قد تصيب هذه المدخنين. قال لي الوقايه، قال لي مستر انا ما اقعدش جنب صحابي، صحاب ايجابيين وكلام من ده. وكده مستر خلصنا الدرس، تعالى نرجع عليه كده سريع وبسيط. اهم يعني بصوا درس بسيط جدا يعني ما فيهوش حاجه. قال لي الدرس مستر بدأ لي بالتبغ، وقال لي التبغ مستر بيطلع في المناطق مين؟ قال لي بيطلع في المناطق البارده. قال لي مستر وفي المناطق الاستوائيه، في المناطق البارده مين؟ في المناطق الدافئه. قال لي في المناطق الاستوائيه. قال لي طب شكل الزهره بتاعته عامله ازاي؟ قال لي خضراء كبيره وازهارها انبوبيه الشكل اهي، بص انبوبيه ولونها ايه؟ ابيض زهري احمر، ابيض زهري احمر، ابيض زهري احمر، ابيض زهري احمر، يعني ابيض زهري احمر، ابيض زهري احمر، تاني ابيض زهري احمر. قال لي مستر طب لون الرماد؟ قال لي تحولت لونها من اللون الابيض للون الرمادي. رمادي مين؟ اللون البني. قال لي النيكوتين يا مستر يتاثر، قال لي هو مركب قلوي، يعني قلوي التاثير، يعني يزرق ورقه عباد الشمس، يزرق ورقه عباد الشمس الحمراء. قال لي مستر وعناصره الكربون والهيدروجين والنيتروجين في تركيبه الكيميائي، ويؤدي درجه الحراره المرتفعه الناتجه عن اشعال السيجاره للتلوث النيكوتين. وفي عندي غازات سامه فيه، قال لي اللي هي مثل اول اكسيد الكربون وغاز السيانيد، سيانيد الهيدروجين، والغازات المهيجه زي اكسيد النيتروجين اللي هي الاول والثاني، وغازات الامونيا. وعندي السكريات المستر بتاعتها. قال لي مستر لما باجي بحرقها بيكون لي الالكترون اللي هو ماده لزجه. قال لي ده السبب اصلا في كل البلاوي دي. قال لي عناصر المعدنيه، قال لي تؤدي في التبغ كان عندي شويه عناصر، قال لي زي البوتاسيوم والمغنيسيوم. قال لي البوتاسيوم والمغنيسيوم دول المسؤولين عن اللون الرصاصي. قال لي وقال لي عناصر ثقيله سامه من اهمها الكادميوم والرصاص والزرنيخ. بس كده، واخدنا الفرق بين اخدنا برضو مرض الانتفاخ الرئوي، وخدنا الفرق بين التدخين السلبي والتدخين اللي هو المباشر. التدخين المباشر انا بشرب سيجاره على طول، لكن التدخين السلبي بقعد جنب واحد صاحبي بيشرب سجاير. وخدنا برضو ان هي السجاير بتؤدي برضو لامراض جهاز دوري وامراض جهاز عصبي وامراض يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. ما تنساش تروح على قناه الواتساب عشان تشوف لينك اللي انت هتحمل منه الملف بتاع الشرح اللي احنا بنشرح منه ده. وما تنساش اول ما ينزل كتاب الاضواء تروح تشتريه على طول عشان احنا هنشتغل منه ان شاء الله. بس كده، اشوفكم كل خير، وكان الله بالسلامه عليكم، مع السلامه.